نحن في ربع نهائي كأس إفريقيا، وكل المنتخبات الكبيرة حاضرة. مباراة الكاميرون تمثل صداماً قارياً قوياً، وهدفنا كالعادة هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، خصوصاً أننا نلعب أمام جمهورنا. ندرك جيداً أن المباراة ستكون صعبة لأنها بنظام الإقصاء المباشر. الكاميرون منتخب كبير بتاريخ غني في كأس إفريقيا وكأس العالم، وهم دائما حاضرون في مثل هذه المواعيد. نأمل أن نقدم صورة جميلة لكرة القدم الإفريقية، وسنقاتل من أجل التأهل إلى نصف النهائي إن شاء الله. من الناحية الطبية، حمزة أصبح جاهزا الآن بنسبة 100%. لم نمنحه دقائق في المباراة السابقة رغم جاهزيته، لكن الوقت الإضافي سمح له بالاسترجاع الكامل. أما سفيان أمرابط فلا يزال يعاني من إصابة في الكاحل، وسنقرر مشاركته حسب تطوره سواء في البداية أو خلال المباراة. رومان سايس في طور التعافي، وبقية اللاعبين في حالة جيدة. في هذا المستوى، الجانب الذهني والتركيز أساسيان جدا. أي خطأ بسيط قد يكون مكلفا، والفريق الذي يرتكب أخطاء أقل تكون حظوظه أوفر في الفوز. قد نغير الخطة التكتيكية وقد لا نفعل، لكن الأهم هو ألا نغير بدافع الخوف. عندما تكون واثقا تلعب بأسلوبك ولا تتخلى عن مبادئك. لم نبدأ بعض المباريات بشكل جيد، خاصة في أول 20 أو 25 دقيقة، لكن الشوط الثاني كان أفضل. المهم هو الروح والحركة والالتزام، وليس فقط أسماء اللاعبين الذين يبدأون اللقاء. نحن نثق في لاعبين الشباب مثل بلال، ونطالبهم باللعب ببساطة دون ضغط. عندما يلعب اللاعب على طبيعته يظهر مستواه الحقيقي. تاريخ المواجهات مع الكاميرون يبقى في الماضي، ونحن اليوم منتخب جديد، والواقع الحالي هو ما يهم. آخر مواجهة بيننا كانت لصالح المغرب. الضغط موجود علينا لأننا نلعب في بلدنا، لكنه موجود أيضا على الكاميرون. لديهم الكثير ليخسروه، ونحن كذلك. ستكون مباراة متوازنة تحسم فوق أرضية الملعب. نحترم الكاميرون كثيرا، لديهم مدرب ممتاز ولاعبون كبار. بالنسبة لنا هذه كأس التواضع، وكل المنتخبات الإفريقية اليوم قوية. أشرف حكيمي عنصر مهم جدا في أسلوب لعبنا. لم يلعب 90 دقيقة منذ فترة، ومع ذلك قدم مباراة جيدة، وننتظر منه مستوى أفضل مع استعادة الثقة الكاملة. نعمل جيدا على الكرات الثابتة، وهي عنصر مهم في البطولات الكبرى، لكن التسجيل منها لا يحدث في كل مباراة. نحن نسيطر على الكرة ونخلق فرص، لكننا في المقابل لا نمنح الخصم فرصا كثيرة. الكاميرون يعتمد على التحولات السريعة والقوة البدنية، وعلينا أن نكون يقظين. أحيي مدرب الكاميرون على عمله. المباراة ستكون مواجهة بين منتخبين كبيرين، وأتمنى أن نقدم عرضا يليق بالكرة الإفريقية.